رسميا اولى صفقات النادي الاهلي في يناير المقبل. الاهلي حسم صفقة يوسف بالعمري ظهير ايسر الرجاء بشكل نهائي بشراء ما تبقى من عائد اللاعب مقابل 500 الف دولار. ووليد الركراكي مدرب منتخب المغرب رفض سفر يوسف بالعمري للقاهرة لاتمام التعاقد بسبب افريقيا، مما دفع النادي الاهلي لارسال احد اداريه للمنتخب المغربي لاكمال اجراءات الصفقة وخضوع اللاعب للفحوصات الطبية بالدار البيضاء بالمغرب. التصريحات المنتشرة على لسان ديكو عضو مجلس ادارة برشلونة بخصوص حمزة عبد الكريم غير صحيحة، ولم يتم ارسال عرض من نادي برشلونة الى النادي الاهلي للتعاقد مع حمزة عبد الكريم حتى الان. سافر سيد عبد الحفيظ الى السويد لحسم صفقة ابراهيم دياباتي المهاجم للنادي الاهلي وخوض مفاوضات مع جايس السويدي لحسم الصفقة رسميا. مصادر مقربة تؤكد ان كالوم مكوات المهاجم النيوزيلندي احد هداف الدوري الدنماركي صاحب ال 26 عام من اللاعيبة اللي تروب معجب بها جدا وعرض اسمه على النادي الاهلي في الايام الاخيرة، ولكن الاهلي مش عايز يجرب تجربة جراديشار تاني وعايز مهاجم افريقي. وصفقة مهاجم الاهلي الاقرب حتى الان هو ابراهيم دياباتي، وتم الاتفاق على كل شيء وسافر مندوب من النادي الاهلي للاتفاق على التفاصيل البسيطة لانهاء التعاقد وتوقيع اللاعب رسميا. محمد مجدي قفشه لاعب النادي الاهلي تلقى عرضا من نادي قطر للانتقال له في يناير بعد ان خرج من حسابات المدير الفني للنادي الاهلي يستروب ولم يعد يشارك اساسيا، واللاعب يرحب بالانتقال بحثا عن المشاركة وقد وكل وكيلا قطريا للتفاوض معه على ان يتم الاتفاق بعد موافقة النادي الاهلي اذا تم الاتفاق. اليو ديانج يقود بعثة منتخب مالي للمغرب استعدادا لانطلاق كاس الامم الافريقية، ولم يتوصل النادي الاهلي لاتفاق مع اليو ديانج لتجديد تعاقده، واخر عرض تم عرضه من النادي الاهلي لديانج هو 2 مليون دولار في السنة. هناك تنسيق كامل وتواصل مستمر من الجهاز الطبي للمنتخب المغربي المشارك في بطولة كاس العرب لمتابعة حالة اللاعب اشرف بن شرقي، وبن شرقي يؤدي جلسات العلاج الطبيعي بانتظام ويتقدم في برنامجه العلاجي الذي تم وضعه له عقب اصابته بمزق في العضلة الخلفية قبل انطلاق منافسات البطولة. احمد شوبير عبر راديو اونو سبورت يؤكد ان تروب معجب بحامد حمدان ومن ضمن اولويات النادي الاهلي في يناير المقبل ملف الاجانب في النادي الاهلي. الاهلي سيكون مضطر لخروج 2 من المحترفين الاجانب للاعارة او البيع النهائي، والقصة اصبحت معروفة هو اشرف داري وجراديشار. كان هناك اجتماعا بالامس بين الكابتن سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الاهلي للحديث عن موقف بعض اللاعبين في الفريق سواء بالاعارة او الرحيل. احمد شوبير يؤكد في تصريحات اذاعية ان الواقع الحالي يؤكد ان محمد الشناوي غير ضامن حراسة مرمى منتخب مصر اساسيا في كاس الامم، خصوصا في ظل المنافسة القوية بين مصطفى شوبير واحمد الشناوي، وهذا عكس ما كان يحدث في السابق. فكان من السهل على اي شخص ان يحسم الامر ويقول ان محمد الشناوي هو رقم واحد وهو على المستوى الابوي يتمنى ان يشارك مصطفى شوبير اساسيا، وقد لا يكون هذا رايه هو فقط، لكن القرار الاخير يرجع الى حسام حسن المدير الفني للمنتخب الذي يرى الافضل في التدريبات. حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يؤكد للاعبي المنتخب على ضرورة ان يظهروا شخصيتهم القوية من اول مباراة لهم بكاس الامم الافريقية لتوصيل رسائل مهمة للجميع ان مصر جاءت للمغرب للمنافسة بقوة على اللقب، ويحفز امام عاشور واحمد سيد زيزو وبقية اللاعبين بجلسات خاصة لاشعال حماسهم ودفعهم للظهور بافضل مستوى. الفيفا يقرر صرف 1.5 مليون دولار لكل منتخب مشارك لتغطية تكاليف التحضير لكاس العالم 2026 في وقت كارثي على الزمالك وجماهيره. ايقاف قيد نادي الزمالك للمرة السابعة بسبب نادي شيكوبانزا السابق وعدم دفع اقساط صفقة شيكوبانزا. اتحاد طنجة نادي عبد الحميد معالي السابق والنادي الاوكراني بتاع خوان بيزيرا، الناديين دول اتقدموا بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك والحكم فيها هيبقى نهائي خلال الفترة اللي جاية، وما تتفاجئش لو الاسبوعين الجايين قضية تامنة وتسعى على الزمالك. نادي ايك السويدي الذي كان يلعب له عمر فارج عمل شكوى للزمالك في الفيفا، والحكم وارد جدا يطلع وتبقى قضية 10 على نادي الزمالك، ويجب التدخل من الدولة ورجال الدولة لإنقاذ نادي الزمالك. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.